بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراقيين في مجملهم يعيشون حالة من الرعب والخوف بسبب أنصار مقتدى الصدر. أي نقد يوجه لمقتدى الصدر مهما كان بسيط، مهما كان الغاية من عنده إيجابية، أنت خائن، عميل، بعثي، والدتك كذا، أبوك كذا، ما إلى ذلك. بل وصل الأمر بالبعض إلى أن يقول إذا تريد تعرف هذا مؤمن لو كافر، هذا والدته نظيفة لو مو نظيفة، شوف ابنها يحب مقتدى لو ما يحب مقتدى. سووا ويا علي بن أبي طالب سوي. أنا أقول هذا الرعب العايشي شنو سببه؟ شنو هالتربية لهذول الآلاف المؤلفة من الناس اللي يتبعون واحد مثل مقتدى؟ شنو ذنبنا احنا نعيش في ظل هذه البيئة؟ شنو ذنب عوائلنا؟ شنو ذنب أقربائنا؟ شنو ذنب أصدقائنا؟ شنو ذنب؟ مطلوب من عندنا إنه احنا نكون عبيد؟ بشر حال حال الآخرين، يخطئ ويصيب، تصدى للشأن العام من حق الناس تنتقده. كافي. اسأل نفسك هاي التربية اللي ربيتها لذولا جماعتك شنو نتاجها؟ شوف وين وصلت المجتمع، وين وصلت الناس. يصل بهؤلاء الحد قذف الأعراض والمحصنات، تجاوز، الكذب، القتل. على شنو ينقتل واحد لأنه انتقد واحد مثل مقتدى؟ المقتدى إله نبي؟ أنا ما أفهم. حتى الخالق العظيم الله سمح له بأنه يتناقش ويا إبليس، سمح له أن يتناقش معه وهو إبليس. شخص يخطئ ويصيب، تعارك ويا 2004 بال2004 ويا اياد علاوي وكان خائن وعميل امريكان، بعدين صالح بال2014 سوى وياه حلف واعتبره واحد عابر للطائفيه. اذا يشتغل بالسياسه، ثوابته مصلحته. اتفق ويا المالكي بعد اول مره، بعدين قلب على المالكي. المصلحه هي اللي تقتضي. الناس اللي ماتوا بالنجف ماتوا وهو صالح ويا اياد علاوي. نماذج اللي طرحتها للساحة نماذج يعني مخزية. شوفوا محمد صاحب الدراجي، شوف عواد العوادي، شوف هاي النمط البائس من الكلام اللي يطلقوه على العالم. مو كل الناس عبيد، لازم يقدسون شخص. هذا الشخص حاله حال الآخرين. انتم نفسكم ايش قد انتقدتوا، ايش قد هجمتوا. شوفوا نفسكم ايش قد تنتقدون، ايش قد تتجاوزون على الآخرين. ما ناقشنا طولة عرضه إمكانيات الفنية، ما ناقشنا مواقفه، لا أكثر ولا أقل. الناس مهددة، ممنوعة، الإعلاميين يخافون، الناس العاديين يخافون. مو أمر جيد تعيش وتخلي الناس تخاف من عندك. صدام الناس تخاف من عنده بس ما حد يحترمه. خلي الناس تحترمك سماحة السيد، مو تخاف من عندك. وأقول لهم إلى عبيد مقتدى الصدر اللي يقولون إحنا أنصار التيار الصدري، السيد الشهيد بريء منكم أولا. ثانيا مو كل الناس عبيد مثلكم. بعض الناس ولدوا أحرارا وعاشوا أحرارا وسيموتون أحرارا. وإذا كان الموت على إيدكم راح يكون، فأهلا وسهلا بالموت. أقول لهذه الحكومة الفاشلة اللي تخلينا تحت سيطرة وحكم مقتدى وجماعته، بئسا لهذه الحكومة، بئسا للعبيد، بئسا للظالمين، بئسا لمن سيذهب ويحمل معه كل هاي السيئات على ظهره. وراكم حساب قبر، وراكم آخرة، وراكم إمام حجة يسألكم. لكن أنتم ما تفكرون بهاي المسألة. لو تفكرون بها ما تتهمون المحصنات وأعراض الناس وتقتلون الناس لمجرد أنه انتقدوا فلان وعلان. بئسا للظالمين.